الورقة السحرية اللي بتوفر سنين في المحاكم. لو انت مالك وخايف المستأجر ما يرضاش يخرج بعد ما العقد يخلص، او لو انت مستأجر وخايف المالك يغدر بيك ويطلعك قبل ميعادك، في حل قانوني بسيط بيتعمل وانت بتمضي العقد، بيخلي حقك مضمون في جيبك من غير ما ترفع قضية واحدة. يعني ايه صيغة تنفيذية؟ هي ختم بيتحط على عقد الإيجار في الشهر العقاري، وبيقول إن العقد ده أصبح سند تنفيذي، يعني زيه زي حكم المحكمة النهائي بالظبط. لو حد خالف بند من بنوده، الطرف التاني بيروح للمحضرين وينفذ حقه فورا. أهمية الصيغة التنفيذية دي للمالك: لو المستأجر مخرجش بعد ما المدة خلصت أو امتنع عن دفع الإيجار، المالك مش بيروح يرفع قضية طرد تاخد 3 سنين في المحاكم. هو بياخد العقد المختوم ويروح لقلم المحضرين، ويطلع المستأجر من الشقة في أيام بسيطة. أهمية الصيغة دي للمستأجر: هي برضه حماية ليك عشان الملك ما يفكرش يضايقك أو يخرجك قبل ميعادك، لأن العقد محمي بقوة القانون، والاتفاق اللي بينكم أصبح رسمي وموثق ومحدش يقدر يتلاعب فيه. شروط عشان تعمل الصيغة التنفيذية: لازم العقد يكون محدد المدة ومحدد القيمة الإيجارية، يعني كل حاجة واضحة بالورقة والقلم. ولازم المالك والمستأجر يروحوا مع بعض الشهر العقاري وقت إمضاء العقد أو بعده ويطلبوا وضع الصيغة التنفيذية وفقا للقانون رقم 137 لسنة 2006. ولازم يكون في بند في العقد بيسمح بوضع الصيغة التنفيذية عليه عشان الشهر العقاري يوافق يختمها لك. معلومة مهمة: الصيغة التنفيذية بتغنيك عن وجع الدماغ. في العادي قضايا الطرد هي أكتر قضايا زحمة في المحاكم، بتاخد وقت طويل جدا بين استئناف ونقد، لكن مع الختم ده انت معاك حكم في ايدك من أول يوم. تكلفة الصيغة التنفيذية في الشهر العقاري بسيطة جدا مقارنة بمصاريف المحامين والقضايا اللي ممكن تدفعها لو حصلت مشاكل لا قدر الله، فهي استثمار في راحة بال. نصيحتي النهاردة: لو انت مالك او مستأجر اوعى تكتفي بالإمضاء العرفية في مكتب، خد الطرف التاني من ايده واطلعوا على الشهر العقاري ووثقوا العقد وحطوا الصيغة التنفيذية. دي الخطوة اللي بتفرق بين واحد نايم مطمن ان حقه محفوظ وبين واحد شايل هم لو حصلت مشكلة هيعمل ايه. المرة الجاية هنتكلم عن التأمين والمرافق وحكاية شهر التأمين اللي بيعمل خناقات في نهاية كل عقد. كنت تعرف ان في فرق بين توثيق العقد وبين مجرد صحة التوقيع عليه في الشهر العقاري؟ لو انتوا على اليوتيوب ما تنسوش السبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ولو على التيك توك ما تنسوش ريبوست والفولو، ولو على الفيسبوك لايك وفولو. اشوفكم الحلقة الجاية.